يلا مع بعض هنعمل النهاردة رول سردين في منتهى الجمال. انا جبت السردين غسلته كويس وشلت سلسلة الظهر وتبلته بالتوابل اللي انا هضيفها للحشوة، وحطيت عليه شوية زيت زيتون وعصير ليمون. دلوقتي انا هعمل الحشوة بتاعتي عبارة عن بصل اخضر وكزبرة خضراء وشوية من البقدونس وجزر مبشور وفص ثوم. هنحط معاهم كمان مشروم، طبعا المشروم ده حسب رغبتكم، ممكن تستبدلوه بأي حاجة، ممكن تستبدلوا الخضرة دي كلها بشوية سبانخ. تمام، انا بشوح كل الخضار ده على النار وبحط عليه توابلي اللي انا حطيتها على السردين، عبارة عن ملح فلفل كمون شوية شطة صغننين، كزبرة ناشفة، بابريكا، وبشرة من جوز الطيب. بعد كده بفرش الفويل عندي علامة زائد كده، وعليه نفس الحكاية ورق زبدة، وبدهن ورق الزبدة بزيت الزيتون. بجيب عندي زي ما انتوا شايفين السردين مغسول ونضيفه زي الفل اهو. ببتدي ارص السردين، لو هتاخدوا بالكم انا رصة الاتجاه بتاع السردين، الجزء العريض فوق والرفيع لتحت، برصه جنب بعضه وبحمل كل سردينة على اللي جنبها مش جنب بعضها، بحملهم على بعض. باجي للصف الثالث اللي انا عملته ده برصه بالعكس، الجهة العريضة بتبقى لتحت والرفيعة لفوق. بنزل بالحشوة في السردين زي ما انتوا شايفين كده، وبجيب شوية الكزبرة خضرة او بقدونس اللي انتوا بتحبوه وتحطوه معاها. تمام، وببتدي بقى ارول السردين زي ما اكون بعمل سويس رول، وبيساعدني في كده اللي هو ورق الزبدة اهو. شايفين بالشكل ده؟ اهم حاجة تحكمي اللفة قوي علشان لما تفكيها يبقى ماسك نفسه. اي حاجة تخرج من الجوانب ببتدي ان انا ادخلها تاني واظبط الشغل بتاعي عادي، ما فيهوش اي مشكلة نهائي. شايفين الطريقة سهلة جدا وبسيطة وما تستصعبوهاش، هي بتبان في البداية كده لكن انتي بتتحكمي فيها وانتي بتلفي، سهلة جدا. بتلفوها زي البونبوناية من الجوانب، وبعد كده بتبدأوا تاخدوا كمان الفويل، ولما بتاخدوه وبتلفوا بيه بتبدأوا تشدوا عليكم عشان تحكمي القفلة قوي بتاعت الرول. خلاص، بعد كده باخده في صينية من غير اي حاجة خالص في الصينية وبدخله الفرن. هي نص ساعة بالكتير وبيكون جاهز، وبيتقدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتفكي ورق الزبدة، لو محتاج تحميرة بتحطيه تحت الجريل، مش محتاج خلاص بتطلعيه عادي جدا. ممكن تحطي على وشه شوية زيت زيتون. انا قدمته مع رز بالليمون المعصفر والجزر المبشور، وهنبقى ان شاء الله نعمله مع بعض في فيديو تاني. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. صحتين وهنا على قلوبكم.